في افتراء الستات بتعملهم. يعني ايه افتراء؟ اقول لك انا. افتراء للانسانه تقعد عشره مع الراجل وتخلف منه سنين 15 سنه، وفي الاخر يشوف كده وهي بتخونه. وغير كده وكده مش بتخونه بس، لا ده طالبه الطلاق. ده مش كده وبس، ده اهلها بيزنوا على دماغها اللي هي تتطلق وتمشي على حل شعرها. شفتوا بقى الجديد؟ الظاهره حصلت يعني ممكن يكون في 2023 او واحنا طالعين يعني على ما اظن، او ممكن يكون في الحياه اللي احنا عايشينها، او ممكن يكون هي قديمه وانا ما اعرفش. يعني هي رساله جات لي، قالت لي قالوا لي ممكن تتكلم على الموضوع بتاع الخيانه بعد عشره، بعد عارفين الموال ده كله. مش الخساره للراجل او للست، لا لا لا، خساره للاولاد. ما هو ابنك ولا بنتك لو شافوك بتعملي كده، هل حياتهم هتبقى عاديه؟ حياتهم هتبقى ازاي بعد ما انتوا تتطلقوا؟ يعني هل التربيه هيعرف ابوهم يربيهم ولا انت تربيهم لو هم معاكي مثلا؟ التربيه لازم تكون من الاب والام. الاب يشد مثلا، الام تطبطب. الام تشد، الاب يطبطب مثلا يعني. شد وهات. لكن بعد العشره وبعد ما ناكل عيش وملح وفي الاخر تخوني شخص هو كان بياكلك في بيته وبيشربك وكنت نايمه في حضنه، وفي الاخر بتخونيه وبتتكلمي عليه وعايزه تتطلقي عشان تمشي على حل شعرك، اهو ده العيبه. ومش انا اسكت على كده، لا ازاي؟ ده مش عيب وبس، ده في عيوب الدنيا كلها. انت ما صنتيش العيش والملح، ما صنتيش اللي انت قلتي اللي انت هتعامليه بما يرضي الله، مهما ايه اللي فيه، مهما ايه اللي جرى، مهما ايه اللي. طب يا ستي مالكيش دعوه بالراجل، اقعدي عشان العيال، رب العيال. ما تجيش تقول اللي هو بيشتم وبيهين وي، لا ما فيش منه الكلام ده. عشان انتوا كل شخصيه وليها حاجه. قعدتوا اكتر من 15 سنه وعارفاه وطبخاه وفي الاخر تتطلقي، وايه كمان واهلك بيزنوا عليكي اللي انت تتطلقي. الواحد ما يسكتش على كده، والمصحف ما يسكت على كده والله. ده اسمه قله ادب، ده اسمه زباله، ده اسمه ما تمرش فيكي اي حاجه في اي حاجه. اكلتي معاهم عيش وملح؟ صنتي؟ لا طبعا. خليتي بالك من العيال؟ لا طبعا. صنت جوزك؟ لا طبعا. وكل ده اهلك بيتمادوا ويقول لك اتطلقي منه لو انت مش عاجبك. نوع من الستات اللي ما يستاهلوش الواحد يفكر فيهم، اللي ما يستاهلوش الواحد يقول لهم ارجعوا او خليكم وما تتطلقوش. احلى مسا عليكم.